ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل كيكة لذيذة قوي، كيكة التريليتشيا النسخة التركية منها، اللي هي الوش عليه كراميل زي ما انت شايفة كده. كيكة سهلة وحلوة وهتعجبك جدا. محتاجين للكيكة نفسها 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وفانيليا، وبيكنج باودر، كوباية ونص دقيق، معلقة كبيرة نشا، كوباية سكر. هناخد البيض بتاعنا وبمضرب البيض الكهرباء هنحط معاه الفانيليا وهنضرب بالمضرب كده، وهنحط عليه كوباية السكر، بس مش هنحطها مرة واحدة، حطيها على 5 مرات. تحطي وتضربي، تحطي وتضربي لحد السكر ما يدوب خالص في البيض ويبقى بالقوام والشكل ده واللون ده كده. بقى هنبدأ نحط الدقيق حطينا عليه معلقة كبيرة نشا ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة الملح ونقلب كده. بعد كده هناخد بقى الدقيق شوية بشوية وتنخليه على البيض والسكر وتقلبي بقى بالمضرب اليدوي. تحطي الدقيق على 3-4 مرات وتقلبي بالمضرب اليدوي. بعد كده في صينية تبطنيها طبعا سمنة أو زيت، وهنحط فيها الكيك بتاعنا. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، طبعا النار من تحت بس. أنا عملت بالخشبة كده عشان أطلع أي فقاعات هوا فيه. هندخله الفرن زي ما بقولك هتاخد حوالي الكيك 40 دقيقة. ده اللبن اللي هنسقي بيه الكيك بعد ما تطلع. هي بنسقيها ب3 أنواع لبن مع بعض. هنعمل دلوقتي الكريمة بتاعتنا. 150 جرام كريم شانتيه مع كوباية لبن أو مية ساقعة قوي. أنا حطيت مية النهاردة لأن هي شاربة لبن كتير، الكيك شارب لبن كتير. ده الكراميل بتاعنا. كوباية كبيرة سكر هحطها على نار هادية ونكرملها عادي. بعد كده بعد ما أخدت اللون الجميل ده نحط لها معلقة زبدة كبيرة، نسيح الزبدة كده. بعد ما سيحناها كويس هنحط لها نص كوباية مية. هتعمل الشكل ده أول ما المية تنزل، ما تقلقيش. دوبيها بقى خالص، وبعد كده حطي نص كوباية لبن معاها معلقة نشا، نقلبها، وفي الآخر خالص نحط فانيليا وننزله بقى علشان يبرد شوية. الكيك بتاعنا طلع أخد حوالي 40 دقيقة على درجة حرارة 180 بالشكل ده. هتعملي بقى فيه فتحات كده علشان يتشرب اللبن كويس. هنشربه بقى اللبن بتاعه أهو. اللبن ده عبارة عن كوبايتين لبن حليب مع نص كوباية لبن بودر مع كوباية لبن مكثف، خلطة من 3 أنواع لبن. لو مش موجودين عندك اسقي لبن حليب وسكر وبس. أنا عملت الخلطة دي وحطيت لها معلقة فانيليا. وسعي بقى كده بالخشبة كده علشان اللبن ينزل لتحت ويتشرب، وهنسقيها الكمية كلها. كوبايتين لبن حليب، نص لبن بودر، وكوباية لبن مكثف، يعني 3 كوبايات ونص معاهم الفانيليا. طبعا ما حطيتش سكر لأن اللبن المكثف فيه سكر، واللبن المكثف ده أنا عاملاه. افتحي الفيديو وشوفيه معمول ازاي واعمليه. ولو مش حابة بقى زي ما بقولك تسقيها أي حاجة إلا لبن بس، اديها 3 كوبايات ونص لبن واديها معاهم 3 معالق سكر والفانيليا. حطيت بقى الكريم شانتيه على وش الكيك بعد ما شربت اللبن، وبعدين حطيت الكراميل بالطريقة دي. والكراميل طبعا يكون برد خلاص خالص علشان ما يبوظ الكريمة اللي تحتيه. واخدت معلقتين من الكريم شانتيه بتاعنا اللي عملناه، خففتهم بمعلقتين لبن، وبعدين عملت الخطوط العرضية دي كده على وش الصينية، وبالخشبة بقى كده تروحي وترجعي بالطريقة دي علشان تدي الشكل الجميل ده. طريقتها سهلة وبسيطة جدا وهتطلع معاكي مظبوطة على طول. وهي دي النسخة التركية. الكراميل بقى مع الكريمة مع الكيك طعمها لذيذ جدا مع بعض، وطالعة بقى هشة وجميلة. وطبعا هي يعني عشان واخدة لبن كتير فهتلاقيها هشة قوي معاكي. ولما بتقعد لتاني يوم بتبقى أحلى كمان. يعني لو سبتيها لتاني يوم في التلاجة، طبعا قبل ما قطعتها أنا حطيتها في التلاجة حوالي 3 ساعات علشان تبقى متماسكة وتبقى الخلطة طالعة بالجمال ده كده. دخليها برضو التلاجة، سيبيها 2-3 وبعدين قدميها. هتلاقيها بقى هشة كده وجميلة. شايفة عاملة ازاي؟ والميكس كده بين الكراميل مع الكريمة مع الكيك جميل قوي قوي. وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.